يا أهلا وسهلا بيكم. قبل ما تسمع أي كلمة بص حواليك الأول، اتأكد إنك لوحدك وإن الباب مقفول وإن مفيش صوت جاي من وراك. القصص اللي هنا مش للتسلية ومش كلها خيال. في ناس حكت وناس اختفت وناس كانت فاكرة إن الموضوع هزار لحد ما بقى حقيقة. لو قلبك ضعيف أو بتخاف من السكات الطويل أنصحك تقفل الفيديو دلوقتي، لأن اللي جاي مش سهل. ولو قررت تكمل يبقى لازم تعمل حاجة الأول: اشترك في القناة، لأن كل صوت بنسمعه ممكن يرجع تاني في فيديو جاي. اشترك وفعل الجرس علشان أول ما القصة تنزل متبقاش لوحدك وانت بتسمعها. أهلا بيك في عالم الإشارة السوداء، المكان اللي الرعب فيه مش بيتحكي، الرعب هنا بيتعاش. ودلوقتي خليك سامع وخليك صاحي، ويلا نبدأ الحكاية. في بنات اختفوا مش لأنهم ماتوا، لكن لأن حد كان مستني يعيش مكانهم. ورا مراية بنعدي قدامها كل يوم، في وشوش بتتبدل وذكريات بتتسرق بهدوء، من غير صريخ، من غير دم. القصة اللي هتسمعها دلوقتي حصلت لبنات كانوا فاكرين نفسهم في أمان، لحد ما اكتشفوا إن أخطر حاجة مش اللي بنستخبى في الضلمة، لكن اللي بيبصلك وانت فاكره انت. اسمع للآخر واوعى تنسى نفسك، لأن أول ما تنسى حد تاني هيفتكر يعيش مكانك. دي قصص بلاك سيجنال. ولو حاسس إن قلبك دقة أسرع شوية اشترك دلوقتي عشان اللي جاي مش لكل الناس. البنات اللي محدش بيفتكرهم. في مدينة صغيرة كان في ظاهرة غريبة: بنات بيختفوا والناس بتنساهم. مش إنهم بيموتوا، لأ، الناس حرفيا بتنسى إنهم كانوا موجودين. صورهم بتختفي من الموبايلات، أساميهم بتتمسح من الدفاتر، حتى أهلهم ما بيفتكروش غير إحساس إن في حاجة ناقصة. الدكتورة يارا، أخصائية نفسية، لاحظت إن كل الحالات لبنات ما بين ال18 و25 سنة كلهم اشتكوا قبل اختفائهم من نفس الجملة: في بنت شبهي بس مش أنا. يارا قررت تحقق بنفسها. وصلت لبنت اسمها ليان. ليان كانت مرعوبة، بتنام والنور شغال ومرايات بيتها كلها متغطية بقماش. قالت ليان بصوت مكسور: كل مرة أبص في المراية هي بتبصلي الأول. يارا نامت في بيت ليان علشان تحقق في الموضوع. الساعة جت 3:17 الفجر. سمعت صوت خطوات ناعمة، كأن حد ماشي حافي. المراية في الصالة كانت مكشوفة وفيها كانت واقفة ليان، بس ليان اللي نايمة على السرير ما اتحركتش. اللي في المراية رفعت ايديها وابتسمت وقالت بصوت واطي: الدور علينا نعيش في الصبح. فالصبح يارا صحيت لوحدها. بيت ليان فاضي، ولا صورة ولا هدوم ولا اسم على الباب. بس في دفتر يارا كانت في ملاحظة جديدة مكتوبة بخط مش خطها: لما تنسي تبقي مكانها. بعد أسبوع زميلة يارا سألتها: هو انتي دايما لوحدك؟ يارا حاولت تفتكر هي كانت مع مين. وبالليل لما بصت في المراية شافت بنت تانية لابسة لبسها وبتبتسم. يارا ما نامتش الليلة دي، المراية كانت مقلوبة على الحيطة، بس الإحساس إن في حد واقف وراها مرحش. فتحت الموبايل تدور على اسمها في أي حاجة قديمة. ملفات الشغل موجودة، صور الطفولة موجودة، بس في فراغ غريب، ولا صورة واحدة ليها مع أي بنت. كأن كل البنات اللي عدوا حياتها اتشالوا من الذاكرة. الصبح راحت المستشفى، السكرتيرة بصت لها باستغراب وقالت لها: انت جديدة؟ يارا حست قلبها وقع، هي بقالها 6 سنين هنا. دخلت مكتبها، اسمها مش مكتوب على الباب ولا على المكتب، ملف واحد بس أبيض من غير عنوان. فتحته، جواه صور لبنات كلهم شبه بعض، نفس الملامح، نفس الابتسامة المكسورة. وآخر صورة كانت ليها وراها مكتوب تاريخ بكرة. الساعة عدت ببطء، كل مراية تعدي قدامها كانت حاسة إنها بتأخرها ثانية قبل ما تعكس صورتها. وفي الحمام سمعت صوت همس: انتي مش الأصل، انتي النسخة. الصوت كان جاي من جوه المراية. يارا قررت تعمل حاجة أخيرة، كسرت المراية. الصوت اختفى، بس بدل ما تحس براحة حست إن في حاجة دخلت فيها. رجعت البيت، قعدت قدام الكمبيوتر، فتحت تسجيلات قديمة لكاميرات عيادتها. في تسجيل من سنة فات، كانت يارا داخلة المكتب ووراها دخلت بنت تانية نفسها بالظبط. الكاميرا فصلت في تسجيل النهاردة، دخلت بنت واحدة بس مش هي. يارا حطت ايديها على وشها، وشها كان ناعم زيادة عن اللزوم.
مفيش ندبة، مفيش علامة. المراية المكسورة على الأرض بدأت تعكس صورة واحدة سليمة، بنت واقفة بتبتسم، وصوت جوه دماغها قلب هدوء مرعب. الأصل دايما بيتنسي، والنسخة هي اللي بتكمل. ومن اليوم ده الدكتورة يارا لسه شغالة في المستشفى، بتستقبل بنات بس، وأول سؤال بتسأله لكل واحدة: بتحس إن في واحدة شبهك؟ ولو قالت آه، يارا بتبتسم. الليلة دي دخلت بنت جديدة العيادة، اسمها هنا، وشها شاحب وعينيها دايرة كأنها ما نامتش بقالها أيام. يارا ابتسمت نفس الابتسامة الهادية اللي اتعلمتها غصب عنها، وقالت السؤال المعتاد: بتحس إن في واحدة شبهك؟ هنا هنا بلعت ريقها: مش شبهي، هي أنا بس أقسى مني. يارا حست رعشة في ظهرها، دي أول مرة بنت توصفها كده. هنا بدأت تحكي: كل مرة أنام بصحى تعبانة كأني كنت صاحية طول الليل، ولما أبص في المراية بلاقيها واقفة ورايا مستنية أغمض عيني. يارا قامت وقفت، الضوء في الأوضة واطي فجأة. المراية اللي كانت مكسورة من أيام كانت سليمة، وفيها مش يارا، كانت بنت أقدم، وشها فيه شقوق خفيفة وعينيها مليانة تعب سنين. قالت بصوت تقيل: فات عليك الدور. يارا افتكرت كل حاجة فجأة، افتكرت أول مرة شافت المراية وهي طفلة، افتكرت إنها كانت النسخة من واحدة قبلها، وافتكرت إن السلسلة دي شغالة من عشرات السنين. كل جيل بياخد بنات جديدة عشان يعيش. يارا بصت لهنا، هنا كانت واقفة بس ظلها على الأرض كان واقف لوحده. يارا همست: لو ما أخدتش واحدة أموت. الصوت رد من كل المرايات: النسيان موت وإحنا بنهرب منه. في الصبح خرجت بنت واحدة بس من العيادة، هنا، لكن اسمها في البطاقة اتغير، بقى الدكتورة يارا. أما يارا الحقيقية فضلت في المراية بتخبط بتصرخ، بس مفيش حد بيسمع المرايات. ومن اليوم ده عدد البنات اللي بيختفوا زاد، بس اللي اختفوا فعلا مش البنات. ويمكن دلوقتي وانت بتسمع تحس ان في احساس غريب، كأن في فكرة مش فكرتك بتدخل دماغك. لو حسيت بكده اوعى تبص في المراية الليلة. هنا اللي بقت هنا دكتورة يارا ابتدت تحس بالحاجة اللي محدش قالها لها: القوة ليها تمن. كل يوم تدخل عياداتها تحس ان صوت الخبط جوه المرايات اعلى، اصوات بنات كتير مش واحدة اللي اتحبسوا عبر السنين. في ليلة مطر الكهرباء قطعت، المستشفى غرقت في ضلمة كاملة، والمرايات نورت مش نور انعكاس. هنا قربت من أقرب مراية، شافت صف طويل من البنات، كل واحدة وشها مختلف شوية، بس العيون واحدة، عيون حد اتحرم من إنه يتنسي. صوت جماعي خرج وقال: الدور مش بيقف. المرايات بدأت تتشقق، والشوق كانت بتنزف دم. هنا فهمت الحقيقة الأخيرة: السلسلة مش محتاجة نسخة واحدة، محتاجة شهادة، حد فاكر. والأول مرة المرايات خافت. هنا رجعت خطوة وقالت بهدوء: أنا فاكرة. وفي اللحظة دي الصور رجعت، الأسماء رجعت، الذكريات اتدفقت زي سيل. الأصول خرجوا من المرايات، مش أجساد، ذكريات ماشية، وكل ذكرى لمست النسخة اللي بعدها. اختفت. المستشفى فضيت، المرايات وقعت على الأرض واتكسرت. الصبح لقوا العيادة مقفولة، مفيش الدكتورة يارا ولا أي ملفات، بس في حيطان الحمام حد كان كاتب جملة واحدة: اللي بيتنسي كان مسروق. من ساعتها الاختفاء وقف، بس في حاجة اتغيرت. أي بنت تقف قدام مراية وتفتكر نفسها كويس بكل عيوبها وخوفها، تحس بدفى خفيف كأن حد كان محبوس وطلع. وأحيانا لو ركزت أوي تشوف انعكاسك يتأخر ثانية، مش لأنه نسخة لكن لأنه بيفتكرك. قبل ما الفيديو يخلص خد ثانية واحدة وافتكر نفسك، مش اسمك ولا شكلك لكن الإحساس اللي جواك دلوقتي. لو حسيت إن في حاجة ناقصة أو إن الفكرة مش فكرتك، اعرف إن في حد كان هنا قبلك والسرق أسره لسه موجود. المرايات ما بتكذبش، بس مش دايما بتوري الحقيقة كاملة. لو بصيت بعد ما نخلص ولقيت انعكاسك متأخر نفس، ما تحاولش تصلح، اقفل النور وابعد. دي كانت قصة من بلاك سيجنال. وافتكر دايما: اللي بيتنسي ما بيرجعش يفتكر.